القرف ده؟ ايه القرف ده؟ قسما بالله قرف وتهريج. 6 نقط تضيعهم على ملعبك في اخر ماتشين قصاد لاس بالماس وليجانيس، فرق لسه صاعده مش عارف تكسبهم. 6 نقط تضيعهم وانت على ارضك. في ايه يا عم؟ انت ازاي عايز تكسب دوري؟ الشوط الثاني ده تهريج، مفيش اي حلول. وانت بتلعب ايطاليا 2006 مع مالديني ونيستا، ما عندكش لاعب واحد يوحد ربنا يعرف يشوط كوره من بره ال 18 والفرقه اللي قدامك كلها متكتله. طب شوطه واحده من بره ال 18، اول شوطه تبقى في الدقيقه 88؟ لا لا لا، تهريج تهريج. الدوري الاسباني السنه دي تهريج، سواء برشلونه او ريال مدريد. وهو في الاخر اللي هيكسب الدوري اتلتيكو بالمنظر اللي هم بيعملوه ده. يعني انت ما صدقنا ريال مدريد اتعثر امبارح وخلاص رجعت انت، الموضوع بقى في ايدك انت. تخسر كمان النهارده على ملعبك، والجون جاي في اول ربع ساعه، داخل فيك جون من اول ربع ساعه وانت مش عارف تجيب باقي ال 90 دقيقه كلهم. تهريج. برشلونه تستحق الخساره مليون في الميه، وده مش فريق بطل ولا ده فريق عايز يكسب الدوري خالص. يعني في اللي حصل ده كان لازم الواحد محروق دمه جدا من ماتش زي ده بصراحه. احنا هنتكلم اكتر في